بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال وبعود الأيام عليكم بخير. زايدين ما انتوش ناقصين أبدا يا رب. تعملوا حاجات حلوة تفرحكم وتفرح كل حبايبكم وقرايبكم وأهل بيتك وكل اللي تعرفيه واللي مش تعرفيه، يجعلك دايما سبب للسعادة. النهاردة هنعمل توزيعات العيدية وللعيد لينا للاستقبال ضيوفنا وولادهم. نعمل حاجة مختلفة. لو كنت مش بتعملي الموضوع ده اعمليه، حلو قوي، بيفرق في نفسيتك ونفسية ولادك. عن فرحة بناتي مش قادرة اوصفها لكم كانت ازاي. وكمان هناخد معانا واحنا رايحين نصلي صلاة العيد، ناخد معانا برضو توزيعات نفرح الأطفال هناك. في ناس كتيرة بتكون عاملة توزيعات، وانا حبيت السنة دي ان انا اشارك واعمل توزيعات. السنة دي بقالي كام سنة نفسي اعملها، فالسنة دي قلت لا بقى خلاص نتوكل على الله ونعملها ونفرح كل حبايبنا والناس اللي نعرفهم واللي مش نعرفهم وجيراننا. وكمان لو بيجي اخوكي او اختك او اخوات جوزك، اي حد فيهم بيجي يعيد عليكي وكمان معاهم ولادهم يعني معاكوا في بيجي يعيدوا معاهم، يلاقوا حاجات زي كده انت حطاها مع ضيافة العيد، وكل واحد فيهم ياخد توزيعة من التوزيعات اللي انت عاملاها. بتكون خطيرة وحلوة ومفرحة ومبهجة. حتى لو كانت فيها حباية بونبوني، حتى لو كانت فيها حباية من الكراميلا او الشوكولاتة او مصاصة، او حتى لو كان 5 جنيه. يعني احنا بنحط في التوزيعات 5 جنيه. ممكن تحطي اكتر لو انت مثلا بتعملي لاختك، لمرات اخوكي، بتعملي لامك، بتعملي لحماتك، بتعملي لسلفتك، بتعملي لاي حد تعرفيه. على حسب التوزيعات اللي بتعمليها. طبعا في كروت كتيرة قوي في الاسواق اللي هي بتحطي فيها العيدية، او ممكن تعملي حاجات زينا كده، حاجات بسيطة قوي. خدنا كوباية وقصينا الجزء اللي فوق من الكوباية بتاعة الشاي، وحطينا جواها الحاجات اللي احنا عايزين نحطها، وبعد كده قفلناها بالدباسة زي ما انتوا شفتوا. والجزء اللي قصيناه حطيناه فيها يبقى زي شكل شنطة كده. وجات لي فكرة من الغطا بتاع الكوبايات بتاعة العصير او المية اللي هي البلاستيك اللي احنا جبناها في المشتريات، فان انا احط كده الاتنين غطا دول مع بعض كده، واحط وامسكهم في بعض بشريط ستان، عشان لما اجي اوزعها يبقى الطفل اللي ياخدها يمسكها كده من الشريط الستان ده. هي اصلا الغطيان دي بيبقى فيها فتحات من الجناب كده مكان الشفاطة يعني او الشاليمو ده. فانا قلت طيب ما انا احط الغطيين على بعض كده وادخل شريط الستان من جوه. بصوا خطيرة، هعملها معاكم تاني دلوقتي. شكلها خطير والحاجات اللي جوه واضحة وباينة. يعني الشفاف ده شكله خطير، وكمان خيوط الستان رهيبة. بصوا ادي الغطيين اهم، وانا بقطع كده جزء من شريط الستان، شايفين؟ وبحطه من الفتحة دي. تمام، الطرف ده بحطه من الفتحة دي، والطرف التاني بحطه من الفتحة التانية بتاعة الغطا. تمام، يبقى الغطا ده بحطه هنا من الفتحة دي، والغطا التاني بحطه من الفتحة دي، وبجمعهم في بعض كده، وبروح رابطة معايا خيط الستان ده. تمام كده اهو. وببدا احط الغطاين على بعض واشدها كده واتاكد ان خلاص المسافات مظبوطه، وابدا من الطرف يعني جهه واحده كده بحط السلوتيب اللزق يعني. وبعد كده بحط فيها الحاجات اللي انا عايزه احطها. مثلا احط مثلا ال5 جنيه وبالونه واحده من المارشميلو، واحده من التوفي، واحده مصاصه، واحده كراميلا، شوكولاته، اي حاجه، اي حاجه هتحطيها ايا كان بقى اللي هتحطيه. تمام كده، فبتنيها نصين كده عشان الغطيان مش كبيره، وابدا اظبطها كده عشان يكون شكلها حلو كمان في التقديم، وشكلها حلو في ايد الطفل اللي هياخدها، او سواء ولاد اخوكي او ايا كان اللي هيجي يعيد عليك، او انت حتى هتعمليها لاولادك في البيت عندك اولاد صغيرين. ممكن تعمليها كده وكل يوم من ايام العيد تديهم وياخدوا كده ويبقوا فرحانين بيها. تحطيها عندك في ضيافة العيد على الترابيزة عندك، هيبقى شكلها تحفة وروعة. وكمان حاجة جديدة ومختلفة، بصوا شكلها سهل وسريع وبسيطة قوي. الغطيان دي بتتباع عادي، يعني لو عايزة 10 عايزة 20 على حسب ما انت عايزة. وشريط الستان البكرة بتاعته ديت عاملة حوالي 10 جنيه، يعني مش غالية. وهنعمل فكرة تانية كمان من الكوباية نفسها اللي احنا جايبين الطقم كله مع بعض، الغطيان والكوبايات. باجي على الطرف كده عشان دي كوبايات بس محملة، في كوبايات تانية بتكون اضعف من كده، بس عشان انا جايبة كمية عشان هستعملها كمان في العيد زي ما قلتلكوا، عشان العصير والمية ما يبقاش فيه مواعين وفرهدة كتير في العيد. تمام. فروحت كده قصة الجزء اللي فوق عشان اعمله يد معايا للتوزيعة، وحطيت كده في الكوباية ال5 جنيه، وحطيت توفي، وحطيت شوكولاتة وبونبوني، وحطيت المصاصة، وحطيت بالونة، اللهم صل على سيدنا محمد. وهبدأ احط معايا كده الجزء اللي انا قصيته
من الكوبايه. تمام كده، اللهم صل على سيدنا محمد. وبدات كده ايه ان انا اثبتها بس باللزق مبدئيا، وبعد كده لقيتها مش مظبوطه قلت لا انا هخليها بالدباسه اضمن واحسن، لان هي لسه هتكمل معايا كذا مره. تمام، فانا ما حطيت اللزق قلت لا الاحسن والاجمل ان انا احط معايا الدباسه احلى. انا هعملها معاكم دلوقتي بالدباسه. بصوا قلت اجرب كده احط ليها فيونكه يعني كشكل وكمنظر، وكمان يكون شكلها مهندم وحلو قوي. قلت برضو هجربها معايا بالسلوتيب او ممكن مسدس شمع. تمام، افكار كتيره قوي يعني. ممكن تجيبي الفيونكات دي جاهزه، بس لو تعمليها تبقى اوفر لك. يعني البكره الستان اللي 10 جنيه دي قفلت معانا التوزيعات، وكمان عملنا يعني التزيينه بتاعه الكوبايات. هنرجع نعمل واحده تاني من الكوبايات الورق دي. اللهم صل على سيدنا محمد. حطينا برضو ال5 جنيه، يعني بالجزء يعني بنقص الجزء اللي فوق اللي هو بيكون محمل شوية عشان نعملها يد للتوزيعة. بصوا اهي بظبطها كده. شوفها هنا مثلا اظبط المقاسات بتاعتها، وبعد ما بحط كل الحاجة اللي جواها ال5 جنيه والبالونات وكل اللي احنا حطيناه ده، وببدأ اتني الطرف ده وبعين الطرف ده، ومن الجناب بديها دبوسين. تمام كده، اللهم صل على سيدنا محمد. حطي في التوزيعات اللي انت عايزاه. ممكن تجيبي شوكولاتة من الفخمة الغالية لو هتديها للكبار، او الاعداد عندك مش كبيرة، او انت حابة اصلا تعملي توزيعات مميزة. وكمان على كارت المعايدة وتحطي اللهم صل على سيدنا محمد، تحطي معاكي الشوكولاتايه تلزقيها على الكارت، وكمان العيدية اللي هي الفلوس يعني. طبعا في ناس كتيرة بتقول عيد لحمة ومش لازم ومش ضروري لا يعني مش لازم فيه عيديات، وفي ناس بتهتم قوي بالتفاصيل دي. دايما دايما حاولي ان انت كل عيد يكون ليكي تذكار حلو، حاجات مميزة، حاجات حلوة، اللهم صل على سيدنا محمد، وحاجات مختلفة. ممكن تعملي شريطة ستان، ممكن تعملي فيونكة، ممكن تعملي افكار كتير قوي. احنا كنا شغالين وكل واحد كان بيشوف فكرة كان بيعملها. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. والاكياس دي قلت بقى ايه، طبعا عمال ارتب لفكرة للاكياس. طبعا انا ما جبتش كروت، ما جبتش استيكرات اللي هي بيكون عليها مثلا عيد سعيد، بيكون عليها مثلا شكل الخروف والكلام ده كله. ما توفرش ان انا او توفقت ان انا اجيبه او اطبعه. تمام، فكمبدئيا كفكرة نفسها حلوة. لا تحط هنا بالونة ومارشميلو والبونبوني والتوفي والمصاصات والكلام ده كله. طب قلت فكرة انا كنت عايزة اعملها فيونكة وبعدين قلت لا، طب انا هعيد الترتيب بقى واعملها فكرة تانية، واثبت الحاجات كده من تحت، وال5 جنيه تبقى قدام والحاجات تبقى ورا. وبعدين قلت لا، طب يعني بصوا انا شغالة وما كنتش مرتبة الفكرة صراحة. فاخدت كده الطرف اللي هو فيه اللزق اللي لزقته على المقاس بتاعه بالظبط وكملته كده. فقلت طيب انا اعملها ايه، طب ما اعملها من فوق في مسافة كبيرة قوي، طيب ما اعملها زي المروحة كده وابدأ اتنيها، وعشان تديني شكل حلو. وكمان احط عليها فيونكة ستان هتبقى رهيبة رهيبة رهيبة. كمبدئيا انا بعمل الحاجة وبكون فرحانة بيها ومبسوطة ومقتنعة بيها قوي، اللهم لك الحمد يا رب. اعملي الحاجة وتكوني مبسوطة وفرحانة، هتبقي راضية، هتحسي بالطاقة الإيجابية اللي انت كنت بتسعي ليها. اللهم صل على سيدنا محمد. وهتحسي ببهجة وهتتحمسي ان انت تعملي حاجات تانية. ما تحبطيش نفسك ابدا، ما تديش نفسك طاقة سلبية، ما تزعليش، ما تتضايقيش، او تحس او تقللي من قيمة الحاجة اللي انت بتعمليها ابدا. يعني زي ما بيقولوا كده، انت تكوني الدعم الوحيد لنفسك، وتفضلي تفخمي في نفسك وتديها طاقة ايجابية وتحمسيها، والتشجيع منك لنفسك. اصل انت لو مش شجعتي نفسك مفيش حد هيشجعك، فانت خليكي جيشك الوحيد لنفسك. زي ما انتوا شفتوا كده عملتها من فوق كده شكل مروحة، وبدأت ان انا عملت فيونكة وان انا ثبتها برضو بالشكل ده. طلعت النتيجة بتاعتها حلوة قوي، شكلها خطير مع الشنطة الجميلة ديت، مع شكل الكوبايات الشفافة بالفيونكة، عملنا لها فيونكة برضو مع الكوبايات الكرتون. يعني عملنا كذا فكرة وطلعت الحمد لله، اللهم لك الحمد، حلوة قوي وكانت متيسرة. اقسمت بالله ان فرحة بناتي تسوى الدنيا عندي واللي فيها. وقعدتنا اي نعم البهدله والاكياس والحاجات والشغل، يعني ممكن تفكروا الموضوع عادي، لا الموضوع بياخد وقت، بس وقت ممتع جدا، ذكريات حلوه، والنتيجه كانت مرضيه قوي 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 قوي. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ممكن تجيبي الوان تانية من الستان ده، تجيبي احمر، تجيبي اخضر، تجيبي اصفر، تجيبي ابيض، تجيبي الالوان اللي انت عايزاها، متوفر منه جميع الالوان. ممكن تجيبي كذا لون وتعملي منهم يعني تشكيلة.
ممكن تجيبي الكروت ديت على حسب، يعني ابدعي واعملي لنفسك فيه. المهم ان انت تخلقي ذكريات حلوة واوقات حلوة لنفسك ولولادك، وعايزين نضيع الوقت في حاجات مفيدة وحاجات سعيدة وذكريات حلوة. ولادنا لما يكبروا يفتكروها، واحنا لما نكبر معاهم نقعد نفتكر الذكريات الحلوة دي. الشكل ده عاجبني قوي قوي قوي. هتكون شكلها خطير وممتع وحلو قوي للأطفال، مميزة وجميلة. وكمان فيها العيدية، حتى لو ما فيهاش عيدية اعملي بالحلويات بس كفكرة مبدئية هتكون حلوة قوي. ربنا يحسن ما بين ايديكم، ودايما تعملوا حاجات حلوة وافكار حلوة وحاجات جميلة، ودخلت العيد عليكم وانتوا فرحانين ومبسوطين وسعدة ومتهنيين يا رب، وعندكم الخير كله وزايدين ما انتوش ناقصين. امسكوا في الفرح وثبتوا فيه وتلككوا عشان تفرحوا. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم وينال رضاكم، وتحطي لي كومنت حلو على الفيديو، كمان تشتركي في القناة لو ما اشتركتيش، وكمان تحطي لايك للفيديو. مع ألف سلامة.